مقابل صفر دائما بين الفريقين في هذه المباراة، قلت المنتظرة والمرتقبة مع التمريرة البينية الأولى. أكرم جانيت خطيرة، جول 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 المتألق أكرم جانيت لم يمهلهم سوى دقيقتين. يبدأ الضرب بسرعة بالنسبة للنسر الصيفي الذي يحلق عاليا في البدايات ثوبة جدا، ولكنها تتمنى أن يعود فريقها في مرحلة العودة عكس ما جرى معه تماما 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 في مرحلة الذهاب. التمريرة البينية بمباراة تليق باسم الناديين الركنية بالقدم اليسرى من طوال على مستوى القائمة الثاني. لمن هذه الكرة المتابعة خطيرة، الثاني للوفاق، الثاني للنسر بواسطة قدم يسارية لحميد كمال يضاعف النتيجة للنسر الصيفي، يضاعف النتيجة للوفاق في غفلة دفاعية في كرة ثانية طاحت داخل منطقة العمليات، باغتت الجميع، لم يتمهل فيها كثيرا اللاعب الرائع جدا المرتبة اللي فيها. لهذا من دون شك الإدارة صرفت النظر عن المهاجم في انتظار أن يكون مهاجم آخر بنفس القوة على مقاس الكبير الصيفي. كرة خطيرة، جول 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 جول. وهل يخفى القمر عن الظهور والبروز؟ الحديث عنك يا مروان زروقي بهدفك السابع الذي تسجله هذا الموسم رفقة لونتونت وفاق سطيف. بالراس لا يتسامح، بالراس لا يرحم، بالراس ينصب نفسه هدافا للوفاق سطيف خلال هذا الموسم في موسم رائع وصفقة هي الأحسن بالنسبة للونتونت. الحديث عنك يا زروقي الذي يوقع ثالث أهداف الوفاق. جمرود بعد اليقظة الدفاعية من دعيبش ضيع الكرة مجددا، وصلت إلى جمرود يبحث عن التوزيع. جمرود يعود جمرود بها مباشرة لعمار وكيل، عمار وكيل لمسة مع اللاعب باكير داخل منطقة الجزاء. باكير التسديدة قوية، جول 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 جول. تقليص الفارق من قبل فريق اتحاد خنشلة بتسديدة قوية جدا من قبل باكير على مشارف منطقة الجزاء، يعيد بعض البصيص من الأمل لهجوم فريق اتحاد خنشلة خلال هذه المباراة، ويقلص الفارق منذ البداية مبكرا مبكرا مبكرا. بعد 5 دقائق لعب اتحاد خنشلة يقول أريد العودة إلى أجواء المباراة. تحولت إلى الجانب الأيمن، خرجت أم لم تخرج؟ فعلا لم تخرج، وصلت إلى أكرم جانيت يغير اتجاه اللعب إلى طوال، يبحث عن المرور. طوال توغل، طوال خطير، طوال خطير، طوال الرابع. جول 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 جول. مروى الصغير طوال في انطلاقته، في مراوغته، في مروره، في تسديدته وتسجيله لرابع الأهداف لمصلحة هجوم فريق وفاق سطيف. الكرة الثابتة ما مشاتش معاه، ولكن الكرة الثانية كانت له وكان لها بالمرصاد، فداعب الكرة مثل ما أراد بتوغل رائع، وحط الكرة في الزاوية الصعبة للحارس الذي لم يدخل في أجواء المباراة بعد. الحارس البديل زيتوني ياسر